عمرك تخيلت نفسك في عالم مفهوش شرابات؟ عالم تلبس فيه الجزمة على طول من غير طبقة الأمان والدفى اللي احنا واخدينها كأنها من المسلمات. الشراب ده مش بس قماشة بتدف في رجل، ده حكاية عمرها آلاف السنين، مليانة ملوك واختراعات وحاجات غريبة هتخليك تبص على الشراب اللي في رجلك دلوقتي بنظرة تانية خالص. وكمان هنعرف ايه اللغز الكوني اللي حير العلماء عن الشراب. بس يا ترى هو الشراب ده بدأ من امتى؟ وازاي ربط بين المصريين القدماء والرومان ورواد الفضاء وحضرتك في قصة واحدة؟ الحدوتة بتبدأ هنا في مصر، ومن أكتر من 1500 سنة في مكان اسمه أقصرينيخوس اللي دلوقتي اسمها البهنسة في المنيا. هناك لقوا أقدم شرابات في العالم معمولة من صوف وبصوابع منفصلة علشان تتلبس مع الصندل. يعني المصري القديم كان بيلبس شراب على صندل قبل ما الموضوع يبقى ترند على الانستجرام. المصريين كانوا بيعملوا الشرابات من صوف بألوان وزخارف مختلفة، وأحيانا كانت بتدل على المكانة الاجتماعية. اليونانيين اخترعوا شراب اسمه بيلوي مصنوع من جلد أو فرو الحيوانات، والرومان طوروه وخلوه من قماش منسوج وسموه أودون، وكانوا بيلبسوه مع الصنادل برضو بس مع فرق صغير. كانوا بيلبسوا طبقات من الشرابات علشان يزودوا الدفء اللي احنا النهاردة بنسميها ليرنج قبل ما تبقى ترند بكرون. في العصور الوسطى الشراب ما كانش بس للدفء، ده كان إعلان رسمي إنك غني. كل ما كان أنعم وأغلى وأطول كل ما دل إن مكانتك أعلى. وفي إنجلترا كان إهداء شرابات فاخرة للنبلاء هدية معتبرة. سنة 1589 الإنجليزي ويليام لي اخترع أول مكنة تريكو واللي غيرت صناعة القماش بالكامل. لكن أول منتج خرج منها ما كانش بلوفر أو شال، كان شراب. القصة المشهورة بتقول إنه اخترعها علشان حبيبته كانت طول اليوم بتغزل، فقال في نفسه ليه ما عملش مكنة تشتغل الغرز دي كلها مرة واحدة بدل ما تاخد أيام. ومن هنا طلعت فكرة مكنة التريكو. الحقيقة مفيش دليل، بس ده ما يمنعش إن الفكرة رومانسية وإن الحب بيصنع المعجزات. الملكة إليزابيث الأولى رفضت تديله براءة اختراع، قالت الشراب خشن وخافت على شغل الحرفيين، فسافر لفرنسا وأخد البراءة من الملك لويس ال13. ومن هنا الشرابات بدأت تبقى أسرع وأرخص في الإنتاج. بس زمان كان الواحد بيملك شراب أو اتنين طول حياته، يتغسلوا يترقعوا ويتلبسوا تاني لحد ما يبقوا شبه شبكة الصيد.